ايه اللي جابك هنا؟ عايزه ايه؟ ايه اللي جابني هنا؟ وهو انا ليا مكان غير هنا؟ على فكرة انا مرضتش اكلمك لحسن تكون زعلان مني لسه، او تكون العقربة اللي جنبك بتقويك عليا. انا ممكن اعمل زيك واقول لك انك مالكيش مكان هنا ولازم تروحي. اروح؟ واروح بقى اروح فين؟ بقول لك ايه، انت عارف كويس قوي ان انا ماليش مكان غير هنا وما ينفعش اروح الحاره، صح ولا لا؟ وانت وعدتني ان انت هتقف جنبي. وفريده دي خد بالك منها، دي لو طالت تحط السم لنفسها هتعمل كده، هتاخد منك اللي هي عايزاه وهترميك زي ما عملت فيا بالظبط. مالكيش دعوه بفريده، انا عشان طيب وقلبي حنين هشوف لك مكان تاني تعيشي فيه. مكان تاني؟ انا خاف ما اعرفش اعيش لوحدي، وبصراحه بقى اتعودت على العيشه معاك. طيب انا ولا فريده؟ عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه، عايزه افضل هنا جنبك وقاعده على قلبك. فريده مش هتعرف مكاني ولا هتعرف ان انا قاعده عندك كمان. طيب قومي بقى غيري هدومك عشان هشوف لك مكان تاني تعيشي فيه، لانه مش هينفع نقعد مع بعض. تاني؟ بقول لك ايه، انا مش هقول لك لا على حاجه، وتحت امرك من ايدك دي لايدك دي. اتفقنا؟ اتفقنا. مش انا قلت لك ان انت عسل؟ والنبي عسل. بيشتغل في مكتب لكتابة الرسائل العلمية، عايش مع أمه ومفيش أي حاجة مهمة في حياته غير القضية اللي يلبسها دي. انا مش فاهمه ازاي بابا واثق فيه قوي كده. صحيح، الأستاذ جلال اتصل وقال إنه ركب الطيارة وهيبقى هنا الساعة 11 بالليل. تمام، انا هبعت عربيه تجيبه. تحب أروح أنا؟ ولا اقول لك انا ممكن اجيبه بنفسي. طيب بعد إذنك. اتفضل. يا بابا. يا بابا، بس انا مش فاهمه انت ليه بتعمل كده؟ واثق فيه قوي كده ليه يعني؟ مش عارفه، انا مش مستريحه له بصراحه، وحاسه ان في حاجه ورا الموضوع ده. طب خلاص، اللي تؤمر بيه. حاضر يا بابا. ماشي، باي. لما نشوف موضوع جلال ده كمان.
مش في علاقاته بس، دي ما كانتش كمان في الدرة زي كل الناس. هو ممكن ناس كتير قوي تغلط، بس ما يبقاش مش فارق معاها قوي كده. ده كان ممكن يعمل اي حاجة في الشارع، في النادي، في الشركة، حتى في بيتنا، وهي كانت بتشوف كل ده وتسكت. والسبب؟ عشان كانت بتحبه، كانت مغمضة عينيها عن أي حاجة هو بيعملها. حتى أنا لما كنت بتكلم معاها بقول لها انتي ايه اللي مخليكي مستحملها؟ تلاقي له مليون عذر، تقولي ما هو كل الرجالة بتعمل كده. عارف يا دكتور، لو كلامها فعلا صح يبقى يلعن ابو الحب على ابو الرجالة اللي تعمل كده. ويا ترى ده سبب الجاب ما بينك وما بين جوزك؟ هتخرجي الواد امتى؟ انا مش قادر على بعضه اكتر من كده. ان شاء الله هيخرج، ما تقلقيش. انا هعمل معارضه وباذن الله هيخرج. انا قلبي مش مطمن. لا ان شاء الله خير. عملت ايه في حكايه البت مها؟ والله يا حاجه موضوع البت مها ده عايز تفكير وتمحيص. اصل انا حتى لو رفعت قضيه طاعه مش هينفع نجيبها يعني، فهتصرف يعني. تمحيص ايه وزفت ايه؟ ايه اللي هيفش غليلي؟ ان شاء الله هفش غليلي. يعني انت هنا بقى عشان جهاز اختك. طبعا انا اخ اكبر، وواجبي ان انا اجوز اختي الصغيره. اما انت كان ممكن تجوزها وتعمل لها احلى فرح في الدنيا لو كنت بتدي دروس خصوصيه. لا مش انا اللي اعمل كده يا ماهر، وعمري في حياتي ما عملت كده. انا صاحب رساله يا ماهر، انا معلم. عارف يعني ايه معنى كلمه معلم؟ ايوه معلم بيدي دروس خصوصيه، ولا دي حاجه غلط؟ على فكره انا ما قلتش ان كل المدرسين اللي بيدوا دروس خصوصيه غلط، ولا قلت ان كلهم صح. بالعكس انا شايف ان المدرس ده لازم يحسن دخله، وده واجبه اصلا، لان المعلم ده قدوه يا ماهر. ما ينفعش الطالب يشوف الاستاذ بتاعه وهو لابس هدوم قديمه ولازمه مقطعه كده زي حالاتي. طب وانت ما عملتش كده ليه؟ لاني لما بشوف اولياء الامور قلبي بيضعف، يصعبوا عليا قوي يا ماهر. بلاقي كل اب فيهم مودي ابن المدرسه وهو لابس احسن لبس ومعاه احسن اكل في الدنيا، واي حاجه المدرسه بتطلبها بيجري يجيبها على طول من غير اي تفكير. ومش مهم هو، لانه عايز يشوف ابنه احسن واحد في الدنيا. اقول لك على حاجه، مره كان في اب كان عنده مرض خطير جدا. تصور الراجل ده ما كانش بيجيب الدواء لنفسه عشان يعلم ابنه، فيصعب عليك فتديله الحصه ببلاش، صح؟ ودي حاجه وحشه. لا حاجه حلوه، خليتك شرفت في السجن اهو. بس انا مش زعلان يا سيدي، والله العظيم انا زعلان. انا كان كل اللي يهمني يا ماهر ان انا اجوز اختي الصغيره، والحمد لله ربنا قدرني وعملت كده. عارف انا جوزتها جوازه ما حصلتش. ايه جوزتها الناظر؟ ناظر؟ لا يا سيدي ما جوزتهاش الناظر، جوزتها شاب كويس قوي، مهندس كان زميلها في الجامعه، وهم دلوقتي بره، ربنا يكرمهم يا رب. الولد ده مهندس شاطر قوي، وهي كمان، هما الاثنين اشطر من بعض. ما شاء الله، الف مبروك يوم الجواز، ومبروك ليك السجن. الله يبارك فيك يا سيدي. انا اول ما عرفت ان انا هتسجن جيت سلمت نفسي بنفسي، بعت قلت لهم انا رايح اعمل عمره ويمكن اقعد شهر كده ولا حاجه عند واحد صاحبي هناك. وبعد شويه قلت لهم انا لقيت شغل وهتاخر عليكم شويه، ما تستنونيش. تتكلم بجد؟ اه طبعا بجد. انت كنت عايز اختي الصغيره تعرف ان اخوها داخل السجن بسببها؟ انت عايز البنت تتقهر يا ماهر. طب ايه رايك بقى ان انا هخرجك من هنا؟ ومين قالك ان انا عايز اخرج من هنا؟ انا مش عايز اخرج، انا قد المسؤوليه. انا امام القانون مذنب ولازم اخد عقابي بالكامل. عمري في حياتي ما هربت من المسؤوليه يا ماهر. خليك في المسؤوليه. طيب تسمح لي استاذنك؟ هي تروح؟ قلت لك ان انا مش عايز اروح. انا دماغي لفت ومحتاج انام شويه.
وحشتيني قوي. جلال قلت لك 100 مره ما بحبش الطريقه دي بجد. ايه يا كارمن، بس انا مبسوط على فكره. يعني انا غلطانه جيت جبتك بنفسي؟ كنت المفروض ابعت حد من عندي وخلاص. مش غلطان، بس كنت هبقى متضايق قوي على فكره. ها اشرح لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. اعتقد ان هم قلقانين. قلقانين من ايه؟ مش فاهم. بقول لك ايه، ما نتكلم بكره احسن. لا ما انا مش هينفع استنى لبكره، انا رايحه لبابا بكره وهيبقى عايز اعرف كل حاجه بالتفاصيل. بصراحه كده هم مش واثقين فينا بعد لما انكل اتمسك اكتر من مره وحاسين اللي هو بقى مفضوح. مفضوح؟ يعني من الاخر كده العين بقت عليه، هم مش واثقين في التعامل معاه تاني. قلقانين على ايه؟ يعني على فلوسهم؟ جايز، هو ده اللي فهمته منهم. بقول لك ايه، يعني في شغل جاي منهم ولا مفيش؟ عشان ابقى عارفه برضو. بصراحه كارمن الكلام ما كانش واضح، بس كل اللي فهمته منهم ان هم هيتكلموا مع انكل بشكل شخصي. صباح الخير. صباح الفل. ما تقلقيش، ورقتك هتوصلك. يا رب يسمع منك يا اكرم، يا رب. ده انا بستنى اليوم ده. بقول لك ايه، انا عايزه منك طلب. خير؟ كنت عايزاك تدور لي على شغل، انا مش اخده على القعده كده خالص. شغل؟ ماشي، خليني افكر في الموضوع ده، عشان انتي خلاص دخلتي حريم اكرم العربي، تخصيني. طيب كنت عايزه اطلب منك طلب كمان. اتفضلي. بس خايفه تتضايق. لا لا ابدا. عايزه اخد حقي من فريده، وبصراحه بقى انا لو ما عملتش كده هموت او هيجرى لي حاجه. شيلي الموضوع ده من دماغي خالص. ياه، هو انت للدرجه دي بتخاف منها؟ انا ما بخافش. بص يا اكرم، انا عارفه ان انت بينك وبينها مصالح كتير ومش هينفع تخسرها، بس انا مش طالبه حاجه اكتر من حقي. بصي يا مها، انت اللي غلطانه. كان المفروض تفكري كويس قبل ما تتصرفي كده. على العموم انا هحل المشكله دي. فريده طيبه، يعني هتنسى بسرعه. هي بس اتضايقت من الاتيتيود بتاعك. ما تقلقيش، حبستك. انت مراتش ما عايزاش سويت ولا عويل. السويت والعويل هيعذبوا الميت في نومته. ادعوا له، ادعوا له ربنا يرحمه ويصبر قلبي ويصبرني لغايه ما انتقم له واجيب له حقه واريحه في نومته. شد حيلك يا حاجة مجيد، وطار مهران اني اللي هجيبه. احنا هندفنه وما فيش عزا، ما فيش عزا غير لما ننتقم له ونجيب له حقه من اللي عمله فيك ده. انا لازم ولدي يرتاح في نومته، لازم يرتاح في نومته يا غارم، لازم يرتاح، لازم يرتاح. حبيبي يا باشا، وحشنا والله. معلش هتقل عليك كده في حاجه، كنت محتاج خدمه صغيره كده. مفيش، في عيل كده مرمي في السجن، كنت عايز اقدمه. ابدا، حته عيل نجس كده شايف نفسه حاجه، بيضايق بنت معرفه.
مش اللي في دماغك والله يا باشا. دي بنت غلبانه كده معرفه من بعيد. كل اللي محتاجه ان هو يطلقها. يرضيك يعني هو يبقى مرمي في السجن وهي مش عارفه تشوف حالها؟ هي بنات الناس بقت لعبه يا باشا. حبيبي عم العالم كله، ربنا يخليك لينا. هقول لك اسمه وهو في سجن ايه. الف شكر يا باشا. سلام. ما تقولي لي يا بنتي ايه اللي في دماغك؟ ما انت مش هتصدقني يا بابا. لا اصدقك. جلال بيلعب. انت بتقولي ايه؟ دلوقتي هو مين اللي يعرف انت اشتريت فيلا جديده وبتخزن فيها الحاجه؟ انا وجلال. يبقى انا اللي بلغت يا جلال اللي بلغ. انت بتقولي ايه يا كارمن؟ انت ناسيه ان جلال ده يبقى ابن اخويا؟ بابا جلال طموحه كبيره قوي، مش راضي بحاله، عايز يبقى اكبر واكبر طول الوقت. يا شيخه انت اللي مش بلعاه. يا بابا انا بعرف كويس قوي افرق بين الامور الشخصيه وامور الشغل. ده انا عارفه كويس قوي. في حاجه تانية عايزه تقوليها؟ انا هسافر. اوعي تعملي كده. يا بابا انا كان لازم اعمل السفريه دي من الاول، مش جلال. احنا وثقنا فيه وطلع غلط. دلوقتي انا لازم اروح اصلح الدنيا. خلاص اللي انت شايفاه صح اعمليه. لا شكلك مش عاجبني خالص النهارده يا ماهر. يا عم في ايه؟ فكها بقى. دي الدنيا دي كلها على بعضها ولا تساوي حاجه. لا تساوي يا حكيم، وتساوي كتير قوي كمان، والا ما كانش ربنا خلقها. ولو ما تساويش ما كنتش انا بقيت هنا. اوعى تفتكر ان انا عشان بلطف الجو بحاول اهزر، يعني ان انا مش هاممني. ان من جوه سليم. بالعكس انا مكسور واتكسرت اول ما شفت مهران قدامي. لا ما تجلدش ذاتك كده يا ريس. يعني انت ليه بتحمل نفسك فوق طاقتها؟ انت مالكش ذنب في اي حاجه. لا انا السبب. انا السبب في موت مهران ويتم ابنه وشحططة مراته. انا هروح الحمام واجي. هو ده؟ هو ده. طب زقت. تحت امرك. تعالوا ورايا. خليك انت، خليك مبسوط باللي انت فيه. اهلا. اهلا. كلمتين ما لهمش تالت. ايه؟ البت مراتك. مالها؟ تطلقها. لا. يبقى انت اللي هتجيبه لنفسك. اسمع. ايه؟ هتروح للمأمور تقول له ان انت اللي عايز تطلقها، يا اما هتجني على روحك. طيب ماشي ماشي. ماشي؟ ماشي. ماشي. هطلقها. يا بنت الكلب يا ماهر. تعملي فيها كده؟ ماشي. انا ما اتاخرتش عليك يا نادي. يا اخويا حاسه اني تعباك، بتقل عليك. لا 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 اوعي تقولي كده يا ناديه. انت مش عارفه غلاوتكم عندي قد ايه. وبعدين انا بعتبر ماهر ده زي ابني، زي ما هو ابنك بالظبط. ما هو ده برضك العشم يا ابو ضيف. طب يلا بقى عشان ما نتاخرش، بس انا خايف عليكي. الجدع اللي مرمي في المستشفى ده ممكن يطلع له اهل ولا حد ونروح في سين وجيم. يا اخويا لا سين ولا جيم، هو حد يعرف طريقه غيرنا؟ وبعد كده اللي معاه ربنا ما يقعش ابدا. ونعم بالله، بس خلي بالك الدكتور هيطلب المحضر. ما تقلقش. طب يلا اتصرف. يلا يا توك توك. اول ما فاق سأل على واحد اسمه ماهر. وقال لك ايه كمان يا دكتور؟ سأل على التاريخ وكان عايز يخرج، بس هو حالته متأخرة جدا وما ينفعش يخرج دلوقتي. يا ولية استني خدي بايدي. مين اللي ماشي في الطرقة؟ مين؟ حضرتك بتسأل عن حد هنا؟ ها ايوه يا حلوة بسأل. بس انت شايفة نظري ضعيف وما بشوفش وبحسس. انا اسف يا بنتي. الستات دول حاجة عجيبة مش قادرة افهمهم لحد دلوقتي. تخيلي كانت معايا وفص ملح وداد ما لقتهاش. تخيلي بقى لو انا عملت كده والله كانت قلبت عليا الدنيا. انت جاي هنا لمين يا حاج؟ لا ده موضوع دكتور صبح، ولازم نقعد بقى في الكافيتيريا ونشرب كوبايتين شاي واحكي لك على الموضوع من طاقه. لي سلام عليكم. على فكره انا عمري ما برتاح لحد بالسرعه دي. طب خد بالك بقى لو مراتك تطب علينا. مراتي ايه؟ انا مش متجوز. انت فاهمه غلط. ده ست انا جاي معاها كده مساعده يعني صبا يعني. انت اسمك ايه؟
انت بتعاكسني بقى. طب خد بالك عشان هي جايه علينا اهي. لا عكسك ايه، انت زي بنتي. انت خفت كده ليه؟ انا ما اخافش، عمري ما اخاف من اي حد ابدا، بس انت عارفه الستات في السن ده بيبقوا عصبيين. انت عايز تروح فين يا حاج؟ كان في اوضه دخلها دكتور، الاوضه دي بقى انا عاوز ادخلها. طب تعالى اوديك ليه. انت طيبه صحيح، ملائكه الرحمه صدق الله قال. الحمد لله على السلامة يا ابني، انت كويس؟ انا لازم اخرج، لازم. بالراحة على نفسك بس، انا هعملك كل اللي انت عايزه. محكمة بكرة وانا لازم اروح احضر واقول على كل حاجة، واقول على اللي عارفه كله. هتروح يا حبيبي، وانا لما عرفت انك فقت شيعت للمحامي او برضك يبقى معانا ينورنا يقول لنا نعمل ايه. ده صعب يخرج طبعا، في خطر على حياته. لا يا دكتور، انا كويس، انا كويس، لازم اخرج يا دكتور. صدقني ما ينفعش، انت حالتك متأخرة جدا، ما ينفعش يخرج. يا دكتور لازم يخرج، ده فيها حقيقة وموت. يا جماعة مش هينفع اعمل كده، دي مسؤولية عليا، بعد اذنكم. انا ماهر فاكره؟ وعي اللي انا بقوله. يا ناديه، يا ناديه، يا وليه. عايز ايه؟ إيه اللي جاء؟ الله، هو صوتك ماله كده؟ كتك نيلة، هي ناقصة. ناقصه ايه؟ تعالي بس ما اقول لك هي راحت فين يا وليه. ماهر عامل ايه؟ انا مش هسيبه، ولا هسيب اللي ظلمني وظلمه. ما تقلقش يا ابني، ربنا هيبقى معاك ومعاه برضه. انت اهلك فين؟ انا يتيم، يمكن هو ده اللي خلاني ما اسكتش على الظلم، لاني طول عمري عايش لوحدي. طول عمري بتمنى ان اقعد اتكلم او احكي مع حد، حتى وانا في الجامعه ما عرفتش اعمل صداقات، لاني طول الوقت يا اما كنت شغال يا بذاكر. وقلت لما اتخرج يمكن الدنيا هتتغير. هتتغير وهتبقى احسن من كده كمان. زمان كنت بقول زي ما حضرتك بتقول كده، لكن مفيش حاجة هتتغير. زمان ايه يا ابني؟ ده انت لسه ابن امبارح. أنا مش ابن امبارح، أنا كبير، كبير قوي كمان. أنت عارف أنا اللي زيي في بلاد برا بينجح ويشتغل ويفشل كم مرة ومفيش حد بيقف قدامه. انا كنت فاكر انك مش يائس قوي كده. أنت عارف الكل ليه بيتمنى يمشي ويسيب البلد دي؟ عشان عارف ومتأكد إن مفيش حد هيقتله طموحه، ولا حد هيقف قدامه ويدمره. لا 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 يا ابني، الكلام ده مش صحيح. اللي بتعاني منه ده موجود بره ويمكن اكتر، بس احنا بنشوف نفسنا وحشين قوي اكتر من اللزوم. طيب هو ده حلو يا عم الحاج؟ لا طبعا ما هوش حلو ولا حاجة، مش حلو. بس انا شايف يعني انك اقوى من اللي حصل، وشايف ماهر كمان اقوى من اللي حصل. ان شاء الله هتخرج من هنا بالسلامة، وهتبقى محامي كبير ومشهور كمان. ساعتها هتعرف ان اللي حصل لك ده كانت فرصة حلوة قوي. يا نادية قولي لي هنعمل ايه؟ هو انا عارفه، دبرني يا اخوي. ادبرك ايه بس؟ ده انا زيك تمام التمام. لا، ما هو خليل ده لازم يروح المحكمه، لازم يقول اي حاجه. الناس كلها لازم تعرف ان الست دي هي اللي كانت عايزه تموت ماهر، وانها رمياه في السجن ظلم، وان هي اللي قتلت مهران الله يرحمه.
لو هو ما راحش المحكمة ابني هيضيع ودم مهران هيروح حاضر. خير يا ابو ماهر، مكالمتك قلقتني. الحقني يا ابني، خليل حالته صعبة قوي يا كبد امه ومش عارفة ازاي هيروح المحكمة. ما تقلقيش، نجيب لك المحكمة لحد هنا. ينفع؟ اه ينفع. يعني هنجيب النيابة كده ياخدوا أقوال ونعمل محضر ونقدم المحضر للنيابة. صحيح، الحمد لله يا ابني. يبارك لي في عمرك يا عماد. إن شاء الله خير. انت اخدت البنت عندك في البيت ولا ايه؟ انا فكرت ولقيت ان احنا استعجلنا في اللي عملناه معاها. والله. ايه؟ طب والرجاله بقى اللي بعتهم عشان يخلوه يطلقها؟ ابدا، انا عايزه تطمن، تحس ان احنا ما بعناهاش بسرعه كده. انا بصراحه ما بقتش عارفه ايه اللي في دماغك. ابدا، هيكون ايه في دماغي يعني؟ انا مش مطمنه لك خالص على فكره. انا عيب عليكي، انا كده ازعل منك. بجد؟ مش كان اولى شويه العيال اللي انت بعتهم له دول عشان يطلقها كانوا يخلصوا عليه؟ لا لا لا، سيبك من الحوارات دي، احنا عندنا مشاكل اكبر من كده بكتير. طيب قولي هنعمل ايه في الفلوس اللي خدناها من فهد؟ من ناحيه دي اطمني، انا مظبط كل حاجه، هخرجها لك رسمي ومفيش حد هيعرف يمسك علينا حاجه. ازاي؟ مفيش. النهارده عندنا ميعاد صغير قد كده، هتعرفي ان انا عامل حسابي على كل حاجه، وان اكرم اكتر واحد بيحبك في الدنيا، مفيش صغيره ولا كبيره بتعدي من تحت ايدي. لا، ما انت لازم تفهمني، انا لازم افهم كل حاجه. ما تستعجليش، كله في وقته. انت مش ليكي ان كل حاجه تبقى تحت ايدك؟ سيبيني بس اليومين دول. اما نشوف. طيب انا هقوم، عايز حاجه؟ انت الفلوس معاكي مش كده؟ مالك يا فريده؟ انا حاسس انك مش مبسوطه. قلقانه؟ مش عارفه، انا ما بقتش عارفه انت ناوي على ايه وبتفكر ازاي، بس مفيش حاجه قدامي غير ان انا اسمع كلامك وخلاص. المهم الفلوس لازم تتحول باسرع وقت ممكن ومن غير ما حد يحس خالص. سيبي لي نفسك خالص، انا هبسطك. الو؟ ايه؟ بجد؟ برافو. لا 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 لا، عدي على الحسابات وهتلاقي مكافأة هناك عشانك. خليل، تعيش انت. تبقوا نضربوا بعض كده. شكرين يا عم شعبان. السلام انت. خلاص اقعد هناك بقى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ عم ماهر حبيبي يا ابن الايه؟ ما قدرتش اسيبك لوحدك، جيت. وايه اللي جابك يا اخويا؟ القاضي شكلي ما عجبوش، راح طاسسني 3 سنين. والله قاضي 100 100 وجدع جدا. هيسيبني انا اقعد لوحدي هنا في السجن اكلم نفسي محدش يونسني؟ لا انا ما ارضاهاش. مساء الخير يا رجاله. صباح الخير. صباح ايه ده؟ حبيبي وابن حبيبي. لا 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 كده كتير كتير قوي فعلا. ده انا لو طلبت رز بلبن بالجمبري مش هيجي بالسرعه دي. الوليه بنت الكلب كسبت القضيه. والله دي مش بنت كلب ولا حاجه، دي بنت حلال وحاسه بيا. اقعد 4 سنين هنا اكلم نفسي يعني ولا ايه؟ بص يا ماهر، ادام الحبسه جت معاك انت، انا مبسوط وعلى قلبي زي العسل حبيبي. وراضي. انت راضي وانا مبسوط ان انت راضي. الله يكرمك حبيبي يا والله. ماهر، قول لي صحيح، ايه؟ اقبال الناس هنا ايه؟ هنا 100 100 وزي الفل.
تحب تقعد قبلي ولا بحري؟ مش هتفرق، اهم حاجه نبقى قريبين من بعض. انا واخد اول نمره على البحر. خلاص ناخد احنا تاني نمرة على البحر. طب تشربوا ايه؟ نشرب ايه؟ تشرب ايه؟ قهوه. قهوه؟ وانا اشرب شاي. بقى هو شاي ماشي. يا استاذ عبد الحكيم. استاذ حكيم. لبيك يا صديقي. من بعد اذنك يعني ايه كوبايتين شاي كده للناس الجميله دي من ايديك الحلوه. مش تعرفنا الاول بالناس الجميله دي؟ اكرام الضيف الاول. كلك ذوق. ايه ده يا صاحبي؟ ايه؟ انت خدت الطريحه قبل ما تسيطر ولا ايه؟ لا دي حاجه ملهاش دعوه بهنا خالص. لا مين اللي عمل كده؟ لا ماهر، بحب اشوفك وانت متضايق، في ايه؟ قول لي مين وانا اطلع عين امه. الشاي. اتفضل. مين ده؟ ده الاستاذ عبد الحكيم، احسن مدرس لغه عربيه في مصر كلها. بقول لك ايه يا نص متر؟ نص متر؟ بالنسبه لي طبعا. بعدين هو انت معاك ليسانس حقوق؟ انت بتفهم في القانون اي نعم، لكن ما معكش شهاده، ما تستحقش لقب محام. عشان كده انت بالنسبه لي امي. امك. تصدق ده انا لو شارب نص ضربة حشيش يا جدع مش هعمل الدماغ اللي انت عاملها دي. طب ما بدل التريقه والسخريه والكلام الفارغ ده، انا رايي نفكر في حاجه مفيده احسن. زي ايه يعني؟ حاجه لها قيمه يا اخي. نعمل مثلا فصل دراسي في السجن لتعليم قواعد اللغه العربيه على اصولها. يا صلاة النبي عليه الصلاه والسلام. الراجل ده بيقول كلام حلو قوي. قول كمان كده. ايه ده؟ حشيش تاني في السجن؟ انت عايز تحبسنا؟ الريحه العجيبه دي. ده حشيش. سلام قولا من رب الرحيم. حشيش؟ حشيش. ايه في ايه حشيش؟ لون النبات الاخضر اللي بيطلع من الارض ده عادي يعني. مخدرات؟ انت ما شفتش حشيش قبل كده؟ حاشا لله. طب ما تجرب. انت عايزنا نحرف وانا قدوه؟ تنحرف؟ امال انت جيت هنا ليه؟ اكيد كنت منحرف بره فجيت هنا. لا يا منحرف، انا مش منحرف. انا اخ فاضل، اخ اكبر، مضحي، قدوه يعني. قدوه؟ لما القدوه تيجي هنا واللي بره دول يبقوا ايه؟ تصدق بقى انا غلطان ان انا جيت اتكلم مع شويه حساله زيكم. لحظه واحده بس، ما تزعلش نفسك بعد اذنك يعني. ممكن تاخد نفس من دي، مش هتشوفنا حساله ولا حاجه، هتشوفنا احلى ناس وهتقول احلى كلام. من فضلك انا كويس وعاجب نفسي قوي كده. بس مش عاجبنا احنا، خد بس عشان نعجب بعض كلنا. الله يكرمك كده. مستحيل طبعا. ازاي؟ ليه؟ جرب. وانت متصور ان الكلام ده بيعمل حاجه؟ ده وهم جواك انت. الموضوع ده ملوش اي تاثير واقعي، ده من خيالك المريض. انت بتتصور ان هو بيعمل لك دماغ، والكلام الفارغ ده ملوش اي اساس اللي في دماغك ده خالص. طب جرب وهنشوف. انا هجرب عشان اثبت لك حاجه واحده بس. اللي هي؟ اثبت لك بالدليل العملي القاطع ان كل اللي انت متصوره ده وهم ملوش اي اساس واقعي خالص. ورينا. انا لو شربت 100 سيجاره من البتاع اللي في ايدي ده ولا هيعمل اي حاجه، هفضل انسان طبيعي زي ما انت شايفني كده. ورينا يا عم الدليل العملي القاطع. هوريك يا سيدي. اهو يا عم اهو. ورينا الدليل. والله العظيم ده الدليل. واحده بقى عملي، واحده قاطع بقى. ايوه عشان تعيش الواحد. اديله فرصه، الراجل اول مره. ولا دي اول نوبه؟ اول نوبه. ليه اول مره؟ الصلاه على النبي. عيش. انت هتستنطق ولا ايه؟ ها؟ ايه انت استحليتها ولا ايه؟ يا عم كيف مناوله مش مقاوله ولا مزاوله. مش مزاوله. اتأكدت بقى من الدليل العملي القاطع ان كل اللي في دماغك ده وهم ملوش اي اساس ولا كيف ولا ايمان ولا الكلام الفارغ ده؟ اتأكدت؟ انا اتأكدت. المهم انت اتأكدت؟ انا اتأكدت. بس انا اتنكدت عشان انت شفطت السيجاره. خدني معاك. ما هينفعش. انت لو ما خدتنيش معاك انا هاخد عربيه وانزل على مصر. اتفاكي رد عادي يا كريمه واسمع الكلام. لا مش هسمع حاجه. انا مش هستريح ولا يهدالي بال غير ما اشوفها متقطعه 100 حته. عشان خاطري يا غالب خدني معاك. طب ورحمه الغالي عندك تهملينا فوت الوحده. ورحمه الغالي انت خدني معاك. انا عايزه اقطعها بسناني 100 حته واشرب من دمها. عايزه اشوفها بتموت 100 مره زي ما شفت مهران وهو مرمي في المشرحه الرصاصه في راسه عشان خاطري. ماشي ماشي يا كريم.
مهران، انا كنت حاسس انك عايش، كنت عارف ان انا هشوفك. بتضحك على نفسك ولا ايه يا ماهر؟ لا انا ولا انت عايشين، لا انا ولا انت لينا اي قيمه. وبعدين ايه ده؟ بترقص وبتغني ولا فرق معاك اي حاجه؟ عايزني اموت من الحزن؟ لا يا سيدي ما تموتش، خليك كده زي ما انت، بتهرب من كل حاجه حواليك. لا انا ما بهربش. لا بتهرب، وبتهرب من الحقيقه، صح؟ مهران، طب استنى يا مهران، مهران. ربنا يفك سجدك يا ماهر يا ابني. يعني أنا لو جرالي حاجة ولا تعبت مين هيطل عليا؟ ولو مت مين هيشني على كتفه؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حاجة. أنا مش معترضة، بس احنا غلابة يا رب، غلابة قوي. اهدي يا خالتي، اهدي لحسن تتعبي ولا يجرالك حاجه. قلبي عين دار يا جليله. عشان خاطري يا خالتي، ماهر ان شاء الله باذن الله هيطلع براءه. انا سالت دكتور عندي في الجامعه، قال لي ان ماهر ليه حق الطعن في الحكم ولسه قدامه وقت طويل، بس انا نفسي اعرف ليه ماهر مش عايز يعمل كده. يمكن مش عارف يا بنتي. مش عارف ازاي بس يا خالتي؟ وحتى لو هو مش عارف، المحامي اللي انت قومتيه انت وعم ابو ضيف برضك مش عارف. اروح اشوفه، اكلمه، اشوف اخوه ايه، يمكن ولا على باله. ولا على باله ازاي؟ هي دي حاجه تتنسي ولا تتهمل؟ انا اول ما اروح لماهر السجن هقول له. او النبي اعملي كده، الله يريح قلبك. يوه، مين اللي هيجي الساعه دي بس؟ مين؟ ما تقطع لا يخلص حسك في الدنيا كلها. عايز ايه يا ابو ضيف الساعه دي؟ خليل مات. بقول لك ايه يا عماد يا ابني، هو في خطوره على ناديه؟ هو في خطوره بس ان شاء الله ربنا يستر. يا عم حازم، ده ابنك؟ ها؟ يا ست ردي، ده ابنك؟ اسمه ايه بالكامل؟ لا ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش يا ست؟ احنا هنهرج. بعد اذنك يا حضره الضابط، عماد رافع المحامي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. استنى يا ابني يا بيه، هو احنا مش كلنا ولاد ادم وحواء؟ بناكل بعض كده ليه؟ بندوس على بعض قوي كده ليه؟ هو انت جاي عشان تعرف انا امه ولا لا؟ ولا جاي عشان تعرف هو مات ازاي ومين اللي قتله؟ ولو قلت لك مين اللي قتله هتعرف تجيب لنا حقنا؟ يا ست انا بقدر اللي انت فيه، بس لازم تعرف ان ده تحقيق ولازم يتعمل. بس انا اعرف كويس اللي قتله. يا ست ردي على حضرة الضابط، ما توديش نفسك في داهية. انت مش جبت الراجل ده هنا وقلت انه ابنك وان المستشفى رميته بره وفي محضر معمول بالاصابات اللي فيه؟ تعالي يا نادية دلوقتي، عاوزك بره، تعالي. كنت عايز اتكلم معاك يا حضره الضابط في حاجه مهمه يعني. اتفضل. خليل مات، عم ابو ضيف بيقول ان هو اتقتل. انا ما كنتش عايزه اقول لك، بس قلت لازم اجي واقول لك واعرفك اللي حصل. المشكله مش في كده، المشكله ان احنا ما نعرفلوش اهله، وحتى لما مات محدش سأل عليه. امك وعم ابو ضيف راحوا يدفنوه في المدافن بتاعتكم. في حاجه كمان، كريمه مالها؟ اخدت جثه مهران وما قالتش لحد، بس اللي عرفته ان اهله جم خدوه ودفنوه عندهم في البلد. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ ماهر
يا ستي زي ما الراجل قالك بالظبط. يا ستي صدقيني والله الفلوس هتتحط في حسابك. بص يا ستي فهمي، الراجل هيكلم وكيل اعماله في انجلترا وهيحط فلوس البضاعه على حسابك انت، واحنا هندفع له الفلوس هنا. صدقيني دي الطريقه الوحيده اللي هنخرج بيها الفلوس بره البلد من غير ما حد يعرف ولا حد يشم خبر. انا مش عارف انت متنرفزه ليه، انا وانت في مركب واحده. فريده انا عايزك تطمني. ماشي. خلاص يا فريده، روحي نامي دلوقتي عشان نلحق ميعادنا الصبح. يلا سلام. مها مها، ايوه. ايه النوم ده كله؟ تعبانه قوي وعايزه انام. كنت عايز اتكلم معاكي شويه. ايوه بعدين بقى عشان مش قادره اتكلم. بعدين؟ روق بقى يا ماهر، روق بقى واجمد بقى كده. كنتش اعرف انك ضعيف كده. ده عنوان مكتب خليل. عايزك تخش المكتب ده تقلبه رأسا على عقب لحد ما توصل لسكة أهله وتروح تبلغهم إنه توفى. بس حكايه ان ادخل مكتبه دي يعني مشكله. اتصرف يا عماد، شوف لك سكة، لازم أهله يعرفوا عشان يدفنوه. ماشي حاضر. ومها؟ مالها دي كمان؟ عايزة تيجي هنا، عايز أشوفها. مها مختفيه بقى لها فتره من الحاره، حتى امها كمان بتدور عليها. وروح مكتب فريدة هتعرف سكتها من هناك. سيبك منها بقى، دي بنت كلب ما تسواش حاجه. أنا عارف إنها ما تسواش، عايزها تيجي تقف هنا كده قدامي عين عينك. ماشي حاضر. فاهمني؟ ماشي. وعايزك تعرف لي الحكم إيه في قضية فريدة. ده مهم جدا. ماشي؟ ماشي. والقضية دي مهمة جدا، أنا قريتها كلمة كلمة وكتبت لك شوية ملحوظات كده. عايزك تقراها وتقول للراجل ده ينفع يطلع من القضية دي إزاي. أنت هتقراها هنا يا عماد؟ إيه يا عماد؟ أنا عايز أدرس القانون يا عماد. تدرس القانون وأنا موجود؟ أنا عايز أدرس القانون عشان يبقى معايا شهادة أشتغل بيها محامي. تدرس القانون إيه ده؟ أنت أستاذ يا ريس. بقول لك إيه؟ عرفت إيه المطلوب منك؟ اللي أنت قلته. اللي أنا قلته؟ موضوع خليل عشان أهله يدفنوه وبسرعة، وتشوف لي مها عن سكة فريدة، وتعرف لي إيه الحكم في قضية فريدة، وتقرا دي كلمة كلمة وتكتب لي ملحوظاتك، ماشي؟ ماشي. عرفت إيه المطلوب منك؟ اللي أنت قلته. اللي أنا قلته؟ أشاويش رجعني العنبر. هتوصل مكتبك هتلاقي الشيك موجود هناك. ميرسي. خليكوا هنا ما تتحركوش.
ومات؟ مات. وهي؟ يقولوا دخلت المستشفى وحالتها صعبة جدا. يعني ما ماتتش. ومين اللي قتل؟ أكيد واحدة زي دي ليها أعداء كتير أوي يا ماهر. مش عايز تعرف الملف اللي أنت اديتهولي يعني أنا عملت فيه إيه؟ بعدين يا عماد. أقول لك طب الملف؟ أي حاجة بعدين. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايزه اخد اوضه. ممكن جواز سفر بعد إذنك؟ تنفع بطاقه؟ اه طبعا. ميرسي. في مشكله ولا حاجه؟ لا خالص يا فندم. بعد إذنك؟ لو سمحت عايزه تاكسي كمان نص ساعه. حاضر. شكرا. ميرسي. شكرا. شرفت يا فندم. تسلم. العربية ربنا هتكون تحت أمرك في الميعاد حضرتك تحدديه. تمام شكرا. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل حضرتك. حضرتك المفتاح هنا. شكرا. حضرتك لو عوزت اي حاجه انا هتحطها. تسلم يا رب. ماشي يا شكرا. فندم. طب استنى ثانيه واحده. اتفضل. ميرسي يا فندم. شكرا. الو، ازي حضرتك يا فهد باشا؟ انا كنت عايزه اقابلك ضروري. لا يا ريت دلوقتي. طيب خلاص ماشي، حالا هكون عندك. مع السلامه. هات من الاخر، انا مش فاهمه منك ولا كلمه، فهمني. أنت ما عليكيش أي مسؤولية. أنت من الآخر خدتيه ووديتيه تعالي. لا
الظابط فهمني اني طالما خرجته من المستشفى من غير اذن دكتور فيها مشكله. هو انت خرجتيه من المستشفى ليه؟ مش عشان كان في تهديد على حياته؟ خرجتيه عشان الناس اللي كانوا بيجروا وراه؟ كل ده عندك فيه حق، ما تقلقيش. طب يا اخويا كل بالهنا والشفا، كل زي ماهر. لا بتكلم عليك، بيقول لك لو عوزتي اي حاجه انا تحت امرك. طب كمل يا اخويا بالهنا والشفا، كمل. لا انا همشي بقى. ليه رايح فين؟ ماهر بيكلفني بمصلحه كده، لو حصلت هناكل من وراها الشهد. شهد ايه؟ طب كوبايه شاي بقى عشان دماغي صدعت مني. ولا انت اتكلم. قضيه كبيره قوي شفطها لي ماهر من السجن، قضيه واحد تاجر مخدرات. النبي صحيح، تاجر مخدرات، واكيد معاه فلوس كتيره. مالناش دعوه بقى معاه فلوس كتيره ولا لا. وهتطلعوه براه مش كده؟ والله مش عارف بقى، انا هبقى اتكلم مع ماهر واشوف الموضوع ده. مني الماهر. انا همشي بقى. لا استنى، هاجي معاك. تيجي معايا في ايه؟ ما ينفعش. لا ينفع، مش ماهر اللي جايب المصلحه، هاجي معاك اشوف هتتفق ازاي، ولا تخسر حاجه كده ولا كده. ما ينفعش تيجي معايا، ما ينفعش. وعز الجلال الله اللي ما خدتني معاك يا عماد لاعمل لك فضيحه الجلاك. يوه ازيك يا ناديه؟ صباح الخير، عايز ايه؟ إيه؟ تعالى هنا يلا، رايح فين؟ ايه ده؟ يلا. ايه ده؟ انت عندك راجل غريب هنا يا ناديه. راجل ايه؟ ده عماد يا اخوي. عماد؟ وهو عماد ده مش راجل؟ يوه ازاي تقعدي معاه لوحدك يا ناديه؟ مش المفروض لما يكون عندك حد غريب تبعتيلي عشان ابقى معاكي؟ حاضر يا اخويا، المره الجايه هبقى اقول لك. انا كنت جاي لك عشان اقول لك قبل ما البس البدله بتاعتي، اقول لك ايه ناديه. طلبتي تقابليني ليه؟ سمعت أكرم بيقول لفريدة في التليفون إن الفلوس اللي سرقها منك هيهربها بره مصر بطريقة محدش خالص هيعرفها. كويس. كول. وعرفتي بقى ايه هي الطريقة دي؟ لا. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، أنا مستعجل لازم أروح المستشفى. لفريدة؟ أيوه. الناس دي طردوني وبهدلوني، وانت وقفت جنبي ووعدتني هتجيب لي حقي منهم، وانا جايه النهارده عشان اثبت حسن نيتي. ايه ده؟ ايه دول؟ دي الفلوس اللي كانت مع أكرم، واللي كان المفروض هيديها لواحد النهارده عشان يهربها. طبعا أنا عارفة إن أنت أكيد مستغرب وبتقول لنفسك إزاي ما خدتش الفلوس. بصراحة أنا فكرت في كده، بس أنا مش قد أكرم ولا فريدة. أنا محتاجة إن أنت تقف جنبي وتحميني وتجيب لي حقي. بصراحة كمان أنا عايزة حد يوصلني للي أنا عايزاه. انتي فكرتي كويس؟ دي أول مرة في حياتي أفكر كويس. مين مجرم ومين بريء؟ مين ظالم ومين مظلوم؟ الحقيقة فين؟ العدالة فين؟ ساذج أوي اللي يفكر إن الحياة ممكن تبقى بمنتهى العدل لمجرد إن هو إنسان مسالم. عارف يا عم شلبي، اللي يآمن للحياة دي يبقى أهبل، يبقى عامل زي اللي بيآمن للأسد لأنه فاهم إنه نباتي. تضحك يا عم شلبي، أنت على طول مكشر كده. ما تتكلم، عبر عن نفسك، قول انت حاسس بظلم مش كده؟ اتكلم يا عم شلبي. مش عايز تتكلم ومش هتتكلم. الكباب عصر. ما هو يا صاحبي
ايه الاخبار؟ قول لي. انا سمعت الواد بتاع فريده ده اتص عيار جاب اجله. ياه، الله يرحمه. ذنبه ايه هو بس في اللي هي بتعمله؟ لا لا لا، ده انا بحسب الكلام ده هيفرحك ويخليك تزقطط من الفرح يا صاحبي. بس يا معتل الاخر انت. انا قلت انت هتوزع شربات علينا كلنا يا كبير. لا يا راضي، شربات ايه؟ ده الكبير هيعمل معانا الصح، هيعمل معانا رشه جريئه، كل واحد 3 علب سجاير. كتير؟ اهدي يا فريده، اللي حصل حصل خلاص. انا جاي لك عشان الراجل خلاص لازم ياخد الفلوس بكره، وانا ظبطت كل حاجه. راجل ايه وزفت ايه؟ انا خلاص مش عايزه اي حاجه من الدنيا دي خالص، الا حاجه واحده بس، هعرف مين اللي عمل كده وساعتها مش هسيبه، مش هسيبه ابدا الا لما اخد طاري. اللي بتعمليه ده ولا هيقدم ولا هيأخر. احنا لازم ننجز بسرعه. فهد لو خد باله مش بعيد يسجننا. هو ده اللي همك؟ هو ده اللي انت جاي عشانه؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هكمل، مش هعمل اي حاجة من اللي اتفقنا عليها، مش هسافر، مش هكمل معاك اي حاجة ابتديناها سوا. مش عايزة اي حاجة غير ان انا اخد حقي وبس، عايزة اخد حقي وبس. انا ما قدرتش استنى، كان لازم اجي اطمن على مدام فريده. سيبونا لوحدنا. مش عارف اقول لك ايه. استحملي، خليكي قويه. انا لو منك ما اقدرش. اوصيكي ازاي؟ اي كلمه اقولها لك ملهاش اي معنى ولا قيمه. كل ده عشان مروان؟ كان مهم قوي بالنسبه لك؟ للدرجه دي بتحبيه؟ ده هو اللي فداني، انا اللي كنت مقصودة. اكيد الشخص اللي عامل كده بيكرهك، عايز يشوفك وانت بتعذبي كده. انا اقدر اقتلك، اقدر، بس مش هعمل كده قبل ما اخد حقي. خلاص يا حبيبي خلاص. طب خد دي اهي، خلاص. الوكل يا حبيبة قلبي. ايه الخالق الناطق ابوه، نفس العيون او نفس الملامح. كان راجل من صغره وكان عزوتي وسندي من بعد ابوه ما مات. كان حنين قوي يا خالتي، وانا معاه ما كانش ناقصني اي حاجه. زي ابوه ابو مهران كان يهده الخالق الناطق كده يا ابني تكبر من غير ما تشوف ابوك ولا تتهنى بيه. ما تقوليش كده يا بنيتي، انا موجوده. هيعيش زي ما كان ابوه موجود بالظبط، ولا تقلقي. واللي ما قدرتش اعمله مع ابوه اعمله معاه. نفسي اخليه يحس بالامان، ما يعيش العيشه اللي عشناها انا وابوه كلها خوف وقلق. قلبي يا ولدي، انا مش هسيبها يا خالتي. كل ما افتكر مهران اللي مات غدر ببقى عايزه انهش من لحمها. انا خليها تتمنى الموت من العذاب اللي هوريه لها. انا مش هسيبها يا خالتي، ها؟ مش هسيبها. وانا معاك يا بنيتي، مش هسيبك واصل.
مش هسيبك. عارف يا ماهر، انا عمري لا ظلمت حد ولا زعلت حد ولا كلت حق حد. انا كل اللي طالبه بس الستر. ستر ايه يا باشا؟ لا مؤاخذه يعني، ما تاخذنيش. سعادتك ملياردير، يعني معاك فلوس لو قعدت تصرف فيها بقيه حياتك مش هتخلص. طب ما هو ده الستر يا ماهر. ازاي يعني؟ البلد دي الستر فيها يعني انك انت ما تحتاجش لحد ابدا، ويبقى معاك فلوس كتير قوي. اي نعم الفلوس مش هتحميك، لكن هتجيب لك اللي يحميك، ويبقى كل الناس دي كلها حواليك. ايوه يا باشا، بس الناس ما بتبقاش حواليك عشان انت بتدفع لهم. الناس بتبقى حواليك عشان بيحبوك ومصدقينك وعايزين يبقوا حواليك. ما هو عشان كده انت هنا. بس انا بقى مش مزعلني ان انا هنا. اللي مزعلني ان انا ما دخلتش هنا في فريده، دخلت في سيره سلاح ميري، وانا عملت كده فعلا. طب سرقته ليه وعشان ايه وكان الغرض ايه يعني؟ ساعتك عايز توصل ليه بالظبط؟ انا اللي اعرفه انك انت جيت هنا عشان واحد انت وقفت معاه، لا شفته ولا تعرفه، وصاحبك اللي مات ده انت كنت راجل معاه، واللي زيك ده يا ماهر نادر في الوجود. وساعتك بقى عرفت المعلومات دي كلها منين؟ بقول لك ايه، انت واثق في الجدع اللي اسمه عماد ده؟ اه طبعا واثق فيه جدا. معرفش ليه حاسس كده ان هو محامي نص كم يعني. ما هو يعني يبدو ان هو نص كم، بس معايا بقى بيبقى بكم وبرقبه كمان، ولو سعادتك مش عاجبك ممكن تشوف اي محامي تاني. لا انا عايز الموضوع كله يجي عن طريقك انت يا ماهر. ايوه يا باشا، بس سعادتك يعني تقدر توكل بدل المحامي 100 و1000 واكبر محامين في البلد كمان. انا اقدر اعمل كده، وعملت كده فعلا، وسلمت قضيتي دي لاكبر واشهر محاميين في البلد. في اللي اعتذر عشان مش عايز يدافع عن تاجر مخدرات، وفي اللي قال لك القضيه دي خسرانه، وفي اللي مسك القضيه من الاول بس انا مش مطمن له. استاذنك انا بقى عشان بحب اقيل شويه العصر. ماشي يا باشا، قايل براحتك. بقول لك ايه يا كبير؟ ايه؟ الولية مرات شلبي رفع عليه قضية ومبهدلاه. شلبي مين؟ الشاويش بتاع العنبر. يا ساتر، ده كشري قوي. من اللي هو فيه يا كبير، بقاله سنة ما شافش عياله، والولية مستقوية عليه. طب خليه يجي افهم منه الموضوع. اندهله؟ لا، بقول لك ايه، انت قفشت منه؟ والله يا كبير اوعى تحلف، انت عارف لا بحب الكذب ولا الكدابين. هي علبة سجاير يا كبير، زواق، و100 جنيه بعد ما تقول له هيعمل ايه؟ تمن الاستشارة القانونية. ما هو لا ده راح بره يا كبير هيدفع أكتر من كده بكتير. ولا أنت قلت له إن أنا محامي؟ أستاذ قانون. بيت أمك هتودينا في داهية. داهية إيه يا كبير؟ ما تقولش كده، وبعدين أنا عارف إنك بتفهم في الموضوع ده كويس، والقعدة هنا هتطول، لازم نشوف لنا كده سبوبة نسترزق منها. طب بقول لك إيه؟ قول يا كبير. عايزك تعرف لي كل المساجين اللي في السجن هنا قضاياهم إيه؟ ومين اللي قضيته انتهت وخد فيها حكم، ومين اللي قضيته لسه شغالة، وتعرف لي مين المحامي بتاعه. أعمل لك مكتب يا كبير؟ أنت تعرف؟ أعرف، وإلا أعرف يا كبير. ده أنت الدنيا كلها ملكك، تؤمر وزقاق ينفذ. بس بقول لك مش أي حد يجي يقابلني كده عادي، لازم بالمواعيد. طبعا طبعا يا كبير، ده أنت تؤمر. تؤمر؟ طب بس سيجارة. من عينيا حاضر. خد يا كبير. لا هشربها نايم. يا سيدي يا سيدي، دي مش فيلا، دي قصر من بتوع البشوات، ربنا يوعدنا. استاذ عماد مش كده؟ ايوه يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل معايا. ماشي يا فندم. فرصة سعيدة جدا يا فندم، أنا مش عايز سعادتك تقلقي على الباشا. هتعمل ايه؟ ده ملف حضرتك أنا شرح فيه كل حاجة بالتفصيل. ماهر موصيني على سعادتك إن أشرح لك كل حاجة بالتفصيل. لو حضرتك عندك محامي تاني يقوم بالموضوع ده أنا تحت أمرك يعني. انت ماهر واثق فيك قوي بقى على كده. ماهر ده عشرة عمري وحبيب الليالي والسنين. تشربوا إيه؟ هتشرب ايه يا استاذ عماد؟ أنا عايز شاي بحليب يا عم. حاضر. خلاص يبقوا 2. تحت أمرك يا فندم. ميرسي قوي. اتفضل انا سامعاك.
بص، هو مبدئيا كلامك مطمني، بس انا برضو هعرض الامر على المحاميين بتوعي، يعني عشان يطمنوني اكتر شويه. انا متاكد جدا من الكلام اللي بقوله لسعادتك، وانا تحت امرك. ميرسي. وقول لماهر اني هزوره قريب. حاضر يا فندم. يا لهوي، الله يخرب بيتك يا ماهر، ده انت لا حبيب الليالي والسنين ولا نيله. هو راح فين ده؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا اسفه يا استاذ عماد على اللي حصل. لا يا فندم، انت بالذات ما تاسفيش، ده انا اللي اسف يعني. معلش عشان عايز اروح، عشان عندي محكمه الصبح يعني. خلاص، وصل استاذ عماد مكان ما هو عايز من فضلك. انا مش عايز اتعب البشوات. اتفضل. حاضر يا باشا. هو مين حضرتك اللي انتوا كنتوا بتضربوا عليه نار؟ ده كان واحد بنقدمه. برافو عليك يا فندم. اتفضل. حاضر يا فندم. خد بالك امال، يبقى احنا قلنا كان واخواتها من الافعال الايه؟ الافعال الناقصه. ناقصه؟ فخس على كده. افهم يا بعراط. بعرات ايه يا عم الزرات؟ انت بتشتمني ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. بقول لك ايه، هو انت عشان متضايق عشان هي ناقصه هتقفش فيا انا؟ يا ابني ما هو انت لو مش مشغول بالهباب اللي في ايدك ده كان مخك هيتفتح وهتفهم كويس قوي انا بقول ايه. انت عارف لو انا ما شربتش الهباب ده مش هفهم منك اي حاجه. كلام المجعلص اللي انت عمال تقوله ده على الاقل عايز له نص وقايه. نص وقايه ايه؟ ده عايز له وقايه بحالها عشان افهم. وهي بحالها؟ لكل داء دواء يستطاب به الا الحماقه، اعيت من يداويها. انت بتشتم؟ انزل بالترجمه. ترجمة ايه يا متخلف انت؟ وانا بتكلم لوندي يا حمار، انا بتكلم لغه عربيه فصحى، يعني انت لو مش فاهم الكلام اللي انا بقوله تبقى انت انسان مائق وابلد واطرش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه، انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. انت واخد مني علبه سجاير عشان تفهمني. واقعد ايه، انا بقول لك. انت قلت لي الحصه دي هتقعد ساعه، احنا قعدنا بس ربع ساعه، لسه ليا ساعه الا ربع، يا تدهاني يا تديني علبه السجاير بتاعتي. فاهم؟ لحظه واحده، اتفضل. علبه السجاير بتاعتك ايه؟ انا على فكره ما اقدرش اعلم واحد زيك لانك لا مؤاخذه غبي. هديك وش كده اهو، هجيب وشك ده مطرح قفاك. لا علمني، مش عايز سجاير. علمني ماهر. تعالى ماهر ماهر وانا بخاف. لو سمحت يا ماهر، لو سمحت يا اخوانا في ايه؟ لو سمحت يا ماهر انقذني من الكائن المتشرنق ده. في ايه يا حكيم؟ انا مش هسيبه الا باخد حقي منه. يا عم اهدى بس، عندي انا دي خلاص، عد انت. يا ماهر انا بحاول اعمل منه بني ادم محترم، بحاول اعلمه قواعد اللغه العربيه، بصنع منه انسان بدل ما هو كائن ملوش لازمه كده، يقوم في النهايه يتطاول عليا. يرضيك؟ يا عم اتعلم مين؟ يا عم دي ناس شايله مخها وحاطه مكانها بالله. التعليم مباح للناس كلها ماهر، مش حكر على حد. لغايه من الاخر بقى وفهمني، انت عايز تعلمه ليه؟ عشان عايز اشتغل. قول لي كده. ما هو طالما اني مش قادر اعلم الناس اللي بره، اعلم الناس اللي جوه. على الاقل هنا يا سيدي مفيش حد هيقول لي انت بتدي دروس خصوصيه وتستغل الطلبه ولا كلام من ده. وبعدين انا بقدم خدمه بمقابل. طب وانت عايز الفلوس دي هنا ليه؟ عشان لازم اخرج من هنا يا مان. مش هقدر اقعد هنا 3 سنين، مش هقدر اكذب اكتر من كده، وكمان مش هقدر اتخيل اهلي هيبقى شكلهم عامل ازاي لما يعرفوا ان انا محبوس. افتكر اختي لما جوزها يعرف ان انا مسجون بسببها هيبقى شكلها قدام جوزها ايه. طب قول لي بقى، انت عايز كام؟ مش مهم عايز كام، انا مش عايز حاجه من حد، وعمري في حياتي ما اتعودت ان حد يمن عليا. انا هشتغل وهسدد ديوني بعرق جبيني. يا اخي مش في هنا ناس بتبيع سجاير وبتبيع بلا ازرق؟ انا هبيع حاجه احلى، هبيع العلم. يا عم محدش هنا هيسمعك، ده شويه بقر. شويه بقر؟ ما هو شويه البقر دول بقى لو ربك سبحانه وتعالى قدرني وقدرت اعلمهم يبقى انا كده حققت حلم عمري، اديت الرساله اللي انا شايف انها واجب عليا، ان انا اصنع من الجاهل مواطن صالح. وبعدين في الوقت ده هبقى انا بتكسب من شقايه وعرق جبيني. خلي بالك انا عمري في حياتي ما خدت صدقه عن حد. يا سلام، صدق بالله اللي زيك المفروض يبقى بره السور ده، واللي بره هم اللي يجوا هنا. يا ماهر يا اخويا، محدش عارف ربنا حكمته ايه. بص اقول لك على حاجه، ما تحسبهاش بعقلك. الدنيا دي متاهه كبيره قوي يا ماهر، محدش فينا عارف الطريق اللي هو ماشي فيه هيوديه على فين.
ربك سبحانه وتعالى بس هو اللي عارف. عشان كده خليها على الله. المهم قلبك يبقى جواه خير ويوديك للخير، لأن قلبك هو اللي هيدلك، إنما العقل ما تشيلش بالك بيه. خد بالك أمال. فهمت بقى؟ فهمت بقى. ولا زهاق زهاق سعادة الرئيس، بقول لك ايه، عايزك تبلغ كل المساجين ان انا خدت قرار اكون المستشار القانوني لاي حد قضيته لسه شغاله. امين. الله اكبر. ايوه كده يا عم ماهر، خلينا بقى نقب على وش الدنيا. قب ولا قب؟ يدوم يدوم يا كبير. يا اهل السجن حبيبي. خسارة خسارة. آخر واحد كنت أفكر إنه ممكن يخونني في يوم هو أنت. سعادتك مش فاهم بس أنا ولا كلمة ولا حرف، ما تنطقش خالص. الحكاية مش حكاية سرقة. لو كان على الفلوس مش مشكلة. الفلوس بتزغلل عيون الناس، بتجننهم. يمكن أنت كنت عايز تبقى كبير، تبقى غني، معاك فلوس كتير. يمكن حسيت ان انا ما اديتكش حقك وظلمتك وفكرت انك تسرق. مش مشكلة. بس الخيانة صعبة قوي، صعبة، قذرة زيك. انت عارف هتعمل فيه ايه، مش كده؟ اسمعني بس يا فهد بيه. شرب ولا كلمة، مش هسمعك ولا هتسمعني. مفيش ولا كلمة بيني وبينك بعد النهارده. خلاص جيت اوت. يا فهد بيه اوت. انا لسه الراجل بتاعك. هما هيعملوا فيه ايه؟ ما تحطيش في دماغك خالص، انسي. طب هتعمل معايا انا ايه؟ هرد لك الجميل اللي عملتيه معايا. مش بيقولوا انه الجميل لازم يترد؟ هرد لك الجميل اضعاف مضاعفه. انت من بكره هتكوني معايا في الشركه، سكرتيرتي الخاصه. مش بس كده، خلال 24 ساعه هتطلعي من جوزك. على فكره، أنا عايزك بكرة تعملي لفة كده في أكبر محلات في البلد، تشتري هدوم شيك تليق. يعني السكرتيرة الخاصة بتاعتي لازم تكون أشيك وأجمل واحدة في مصر كلها. مين؟ افتحي يا نادية لأم حنان. مساء الخير. مساء النور. جاية لسه عادي يا أم حنان؟ جاية أقول لك على المصيبة اللي حطت علينا. مصيبة؟ خشي واحكي يا أم حنان. صاحب البيت جه امبارح وبلغنا كلنا إن البيت جاله قرار إزالة. إيه؟ وقال إن كل واحد فينا هياخد اللي فيه النصيب ويسيب البيت. نسيب إيه ياس ونروح فين؟ أديني قلت لك عشان تعرفي. ده لو البيت اتهد فوق دماغنا مش هسيبه. هنروح فين بس يا اختي؟ والله ما انا عارفه امبارح لساني اتدلدل معاه واقول له لو في حاجه نصلحه يقول لي لا. اقول له طب لو عايز تزود الايجار نتفاهم، يقول لي الكلام مش معايا، الكلام مع المهندس، والمهندس شر بره وبعيد. قال لي ان البيت مش نافع وان هو ما عندوش اي مسؤوليه لو حصل له بعد كده حاجه. شفتي؟
كان مستخبي لنا فين ده يا اختي؟ دي الخيبة، يا دي المصيبة، هي ناقصة. فينك يا ماهر؟ اللي اخبار ماهر ايه؟ كويس يا اختي. ربنا يفك سجنه. اهو ماهر ده بقى هو الجدعنه ذاتها، لو كان معانا كان حلنا من المصيبه دي. هيبقى معانا يا ام حنان. يا رب. والله ماهر ده طالع جدع زي ابوه، ابوه كان جدع كده زيه. امه يا اختي؟ امه ست الكل. بقول لك ايه بقى يا ناديه، مش كل ما اجيلك تمسكي لي في نقاري. يوه ام حنان. نعم يا اختي. خدي الباب وخليتي خارجه يا اختي. خالص يا حبيبتي. مع ماشي. السلامه. حق عليا. ماشي، اللي قلت نيجي نفكر مع بعض. ماشي يا ناديه. فينك يا ماهر؟ فينك يا ابني؟ ايوه حاضر، يلا باي باي. اتأخرت كده ليه؟ والله العظيم أنا مسامحك. لينا كده؟ بس دول أنا لو منك كنت خدت أكتر من كده بكتير. أنا هعتبر إن ده ما حصلش، هبص لنص الكوباية المليان. لا أنت عملتيه خلاص عدى، كأن ما حصلش حاجة خالص. بصي، بكرة الصبح تكوني في مكتبك وفي ميعادك. أوكي؟ انا زهقت منك، انا مش عارف اعمل لك ايه. اخرج. انت اصلا انسان فاشل، مش عارف اعمل لك ايه. زمايلك اتخرجوا وتعينوا واشتغلوا، ناقصك ايه؟ انت لازم تترمي عندي هنا وسط المجرمين والبلطجيه عشان تتعلم وتعرف فرق العيشه اللي انت عايشها. قطع الخلفه وسيرتها. جيل منيل بعيد عن سعادتك، جيل منيل ب60 نيله. العيال ده انا مش فاهم عامله كده ليه؟ هو ابن سعادتك برضه؟ الزفت ابني. الجيل ده يا باشا بقى مش عايز القفش كده في المعامله، يعني عايز بالراحه راحه، واحده واحده. انت ازاي تتكلم معايا بالطريقه دي؟ انا اسف يا باشا. اتفضل، الاستاذ المحامي كان عاوزك في كلمتين. ازيك يا ماهر؟ الحقيقه احنا ما اتقابلناش قبل كده. ما انا عارف، اول مره اشوف سعادتك، يعني خير؟ محمد الحداد، محامي مدام نهى. الحقيقه انا كنت جاي عشان اقعد معاك ونصفي المواضيع الخاصه ما بينكم بشكل ودي. ايه بقى هي الامور الخاصه اللي بيننا؟ الطلاق. وهي ما جاتش معاك ليه؟ الموضوع مش سهل، واعتقد ان الامور ما بينكم بقت مستحيله. انا شخصيا ما عنديش مشكله في الطلاق. انا كنت عارف ان انت هتتفهم الامر، بس ليها شرط بقى، انها تيجي بنفسها هنا وتطلب مني الطلاق بنفسها. ما قلت لك الموضوع مش مستاهل. بالنسبه لك انت مش مستاهل، بالنسبه لي انا مستاهل. على فكره انا لو رفعت قضيه هكسبها من اول جلسه. خلاص براحتك، واسالها تحب تيجي هنا ونخلص الموضوع في ساعتها، ولا تستنى بقى قضايا ومحاكم؟ براحتها. ماشي يا ماهر، بعد اذن سعادتك يا فندم. اتفضل يا شاويش. اتفضل على العمر. قلت لي بقى ابن سعادتك في كليه ايه؟ علوم يا سيدي. سعادتك بقى كليه العلوم دي بقى محتاجه مذاكره بدقه دقيقه. انت هتقعد تفتلي فيها؟ خد ولا غرفه ده من وشي. ما تطلعش زرابين والواد مطلع عينه. ما قلنا نخرج من الاول، ما سمعتش الكلام. ايوه يا باشا، الباقيه في حياتك. السلام عليكم. سلام. هي اوضه استاذه فريده فين؟ غرفه 146. متشكره. طبعا.